كابتن حمد الله يعطيك. كابتننا الحمد لله. ايه الاخبار؟ مبروك. الله يبارك فيك. طبعا مبارك كابتن حمد الله شكرا يا الكاس، حسن. وانت واجد معاكم ان شاء الله مره ثانيه. شكرا يا حسن. لا خليك معنا، لا، خليك معنا. لا 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 خليك الله معنا، يعطيك خليك معنا لحد الان ما خلصنا. نرحب بهذا البطل الذي قدم الكثير مع منتخب المغرب في احد ابرز اللقاءات، خصوصا في لقاء نصف النهائي، وايضا في اليوم في اللقاء امام الاردن في نهائي كاس العرب 2025. الف مبروك كابتن. الله يبارك يعطيك فيك. الصحه والعافيه. صراحه يخليك. ظهرت بوجه مختلف. العاده انا احب اخلي محمد ابو تريكه يوجه اسئله للاعبين، لكن انا الان لا خليه يعطينا اسيستات. اسيستاته روعه بصراحه. اسالني انا مجرب. حمد الله، انا اعرفك اولا على الصعيد الشخصي، واعرف ان حمد الله انسان بمعنى الكلمه، انسان يرغب في تقديم الكثير مع المنتخب المغربي او اي نادي لعب له في يوم من الايام حمد الله. لكن دائما اشعر بان حمد الله يجب التعامل معه مع الجانب العاطفي بشكل اكبر. عندما يرتاح حمد الله يقدم كل شيء، سواء كان مع نادي او مع منتخب. والحمد لله، يعني اولا انا جد سعيد بمعرفتك الشخصيه. الله يسلمك. ولي شرف كبير والحمد لله، يعني كل الانديه اللي لعبت فيها يعني استطعت اني اقدم شيء لها، لكن دائما المنتخب الشيء الناقص بالنسبه لي، يعني شيء ما قدرت او ما يعني كيف اشرح لك، يعني ما جات الفرصه المناسبه لتمثيل المنتخب. بالضبط، يعني خليها هذه مختصره. خليها كذا. بعيدا عن الان فرحه يعني. بالضبط. فالحمد لله، يعني رب العالمين كتب لي اني اكون مع هذه المجموعه في هذه الكأس الكبيره مع مدرب يعني قدير جدا، والحمد لله في اخر المطاف قدرت اني اساعد المنتخب انه يفوز بهذه الكأس، وانا سعيد جدا بهذا اللقب. يعني العصفوره قالت لي ان انت بعد الطرد قلت انا هجيب الكاس للمغرب. صح ولا لا؟ اي، لانه في الحقيقه يعني لما اخذت الكارت الاحمر وما كان يعني في نيتي اني اضرب المدافع، لكن صارت انتقادات كبيرة جدا. أنا يعني متفهم الانتقادات هذه، لأنه كانت من ضمن الجماهير اللي كانت. هذا ابنك؟ اي ابني. شو اسمه ابنك؟ أمير. أهلا وسهلا. الله. أهلا وسهلا. لازم نرفعهم. ارفع أنت واحد وأنا واحد. هذا منو؟ هذا ريان. وهذا أمير. هذا ريان حمد الله. الله يخليك. وأمير حمد الله. أهلا وسهلا. شو اسمه؟ أمير ريان. اي أنت حبيت ريان. حبيت عشان نادي الريان. الله يخليك. الانتقادات كانت يعني قوية جدا جدا، لكن الحمد لله يعني عندي مناعة عليها. فكلمني واحد صديق اللي هو أشرف، ويعني يبي يوازيني على الأحمر وعلى الانتقادات، فقلت له ما عليك، أنا ثقتي في رب العالمين كبيرة، وإن شاء الله راح يعوضني، وحكون أنا السبب الرئيسي في أخذ هذه الكأس إن شاء الله، والحمد لله صارت يعني. نعم. طبعا الزميل محمد سعدون الكواري حاب انه يتكلم معك. الان راح تسمعه في السماعه عندك. تفضل محمد. شكرا عبد العزيز. اول شيء نقول حق حسن منور شاشه ومبروك نجاح البطوله. كابتن عبد الرزاق مساء الخير، الله يخلي لك امير. طبعا عشان ولد عمك كل الاسره. لا يعني نحيي لان فعلا هم نجحوا صراحه في تنظيم هذه البطوله. كابتن عبد الرزاق، يعني انت عارف ان انا على المستوى الشخصي معجبين فيك من زمان، يعني بعيد جدا، لكن انا ودي اوقف قليلا عند القوة الذهنية اللي تميز فيها حمد الله. أنا تابعت مشوارك ما شاء الله من الصين إلى الجيش إلى الريان إلى الرباط الصليبي والعودة من الرباط إلى النصر إلى الاتحاد إلى الشباب إلى كأس العالم للأندية مع الهلال. في كل مرة كنت تمر بتحديات، مع ذلك كنت تنجح نجاح ذهني. في بداية الاستوديو قبل بداية المباراة النهائية كنت أتحدث مع يوسف شيبو، ذكرت له بأن حمد الله متعطش لإنجاز بقميص المنتخب المغربي ويريد تحقيق هذه البطولة. نزلت في الشوط الثاني سجلت أهم هدفين في هذه البطولة المنتخب المغربي، واثنين من أهم الأهداف في مشوارك الكروي الكامل. مبروك. الله يحفظك أخوي محمد، وحتى أنا يعني لي شرف أنك صديق.
برغم ما مو عندنا يعني تواصل كثير، لكن يعني احترمكم انستغرام بس يا واقدركم. كابتن. ان شاء الله قريبا اتشرف اشوفك وجه لوجه، ازورك في الرياض ان شاء الله. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، اليوم الكبير هذا. الله يخليك. ف يعني ما اقدر اقول انها قوه ذهنيه، لكن يعني الانسان المكافح لما يكون مكافح من صغره فيبقى مكافح يعني طيله عمره، وهذا الشيء اللي فيه حمد الله. يعني انا انسان مكافح، انسان طموح، انسان يحب الفوز، انسان يحب يعني يكون الاول، يعني بكل صراحه. والحمد لله سويتها كما قلت يعني مع كثير من الفرق، لكن كان باقي شيء ناقص لي اللي هو المنتخب، والحمد لله يعني رب العالمين كتبها. بس انت تتفق معي انك كنت بحاجه لانجاز بقميص منتخب مغربي. انا شاهدتك في دقائق في الشوط الثاني مباراه كرواتيا في كاس العالم، في الشوط الثاني في مباراه منتخب فرنسا. اشعر بان حمد الله لم يكن قد قدم ما يستطيع تقديم المنتخب المغربي، وبالتالي جاءت هذه البطوله لتؤكد امكانياتك الفرديه اللي كلنا نعرفها، لكن دائما كل لاعب يريد تحقيق انجاز كبير بقميص منتخب بلاده. نعم أنا متفق معك، لأنه طيلة السنوات أنا على فكرة أول مباراة لعبتها مع المنتخب الأول قبل 15 سنة. يعني تخيل معي 15 سنة يعني متميز مع الفرق، لكن ما أخذت فرصتي، لكن ما استسلمت. يعني بقيت إلى 35 سنة الحين أنا في عمري، فما استسلمت وكنت أنتظر في الفرصة المناسبة، والحمد لله هاي الفرصة المناسبة. هذه هي الكأس الغالية والتي فاز بها منتخب المغرب، متواجدة الآن هنا. شكرا لمحمد سعدون الكوارث. عبد العزيز يوسف يبي يتكلم مع حمد الله. يوسف شيبو لعب بكاس العالم. حمد الله يوسف شيبو وسجل هدف تاريخي في مرمى المنتخب المغربي طبعا في كاس العالم. تفضل يوسف. اولا مبروك يا حمد الله على هذا الفوز وعلى هذا يعني هذا اللقب هذا اللي كنت تستحقه. نتمنى ان شاء الله ان ولد اسمه ريان نفس اسم ولدك. ريان ابو ريان. ونتمنى ان شاء الله باش تكون فرحان انت وعائلتك ان شاء الله، وتحس بالله راك عطيتي انت شي حاجه للمنتخب الوطني ان شاء الله، وكنت قائد وكنت مميز وكنت حاسم في الوقت اللي يحتاجك فيه الفريق. ظهرتي هذيك الشخصيه ديالك رغم انك كنتي بديل ودخلتي وبينتي هذيك الشخصيه ديالك وهذيك روح الجماعه. ونتمنى لك الخير وتنشكرك مره اخرى وبالتوفيق ان شاء الله في مسيرتك مع النادي ان شاء الله ومسيرتك الرياضيه ان شاء الله. الله يعني انا ارد عليه بالعربيه ولا بالدارجه المغربيه؟ بالدارجه خذ راحتك. بالمغرب خلها بالمغربيه، بالدارجه المغربيه احسن. الله يحفظك خويا يوسف، شكرا بزاف. انت يعني رمز من رموز الكره المغربيه، ولي شرف هذه الشهاده اللي قلتي في حقي، والحمد لله. يعني ما كيهمش انني نكون بديل ولا اساسي ولا اكثر، ما كيهم انني نجيب هذا الكاس، والحمد لله جبناها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مبروك. انا عايزك قبل ما ننهي الحوار عاوزك توجه رساله للمنتخب المغربي الوطني قبل كاس الامم الافريقيه. لعبها صح والله. هذا احلى يا اخي انا بطلع برا وخليك مذيع. عندنا سؤال ممتاز. هذا اسيست، هذا اسيست. حبنا لوطننا هو اللي خلانا نرجع مره اخرى نلعب مع المنتخب. اكيد اني اتمنى يعني من كل قلبي وصادقا ان المنتخب المغربي يفوز بكاس افريقيا، وخصوصا انها حتكون في بلادنا، لانه احنا متعطشين لهذه الكاس اكثر من اي منتخب اخر، وعندنا الامكانيات، عندنا كل شيء انه نفوز بهذا الكاس. وان شاء الله دعواتك معنا اخويا ابو تريكه انه نفوز بها. لا مصر الاول. كل التوفيق لك. العيال المساعة قاعدين يحاولون يعني يسحبونك من الاجواء، وانا مقدر جدا مجهودك بصراحه والتزامك مع منتخب المغرب. فانا اعطيك طبعا حريه الذهاب الى العائله. الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا لك يا حمد الله، وانت صديق عزيز جدا. الله يحفظكم. واحنا سعيدين لما نشوفك سعيد. والله انا سعيدين لما نشوفك تعود للمنتخب وتشكل الفرق مع المنتخب. الحمد لله. ألف الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مبروك. هذه خذ الذهب معك، البضاعة، خذ البضاعة. وهذا علم منتخب المغرب، هذا علم منتخب المغرب.
تبع ريان او شوف انت